الولد لسه كان كادب كدبة، وفي لحظة مناخيره اتحولت لصنارة صيد. وعد إنه مش هيكدب تاني أبدا، وساعتها بس البنت فتحت الشباك ونادت على طائر النقار عشان يساعده يصلح مناخيره. بس الحقيقة إن من وقت مش بعيد الولد ده كان لسه مجرد جذع شجرة بيتحرك، لحد ما في نجار لقاه ونحته عشان يعملوا عروسة خشب على شكل إنسان. لكن لما النجار لمس الشغل اللي عامله اتفاجئ لما سمع دقات قلب العروسة. بسرعة نحت له عيون وركب له كمان إيدين ورجلين، وبكده كملت العروسة اللي شبه البشر. وده حب النجار، والعروسة نادت عليه كمان. ساعتها بس النجار صدق إن العروسة دبت فيها الروح. استخدم الملاية الوحيدة اللي حيلته عشان يفصل هدوم جديدة للعروسة، وكمان علمه المشي. بس العروسة كانت اتعلمت المشي خلاص. وأول ما النجار دار وشه كان العروسة جري وراح بعيد. النجار معرفش يلحقه، وفي الآخر كلاب القرية هي اللي طردته. بعد ما العروسة رجع البيت قعد جنب الدفاية وراحت عليه نومة بالليل. النجار خبط على الباب عشان يصحيه، ولما العروسة جه موقف لقى رجليه اتحرقت وصرخ من الوجع. النجار كسر الشباك ودخل وقدر ينقذه في الآخر. وبالليل النجار عمل رجلين جديدة للعروسة وكان ناوي يوديه المدرسة تاني يوم. وبعد ما العروسة دخل البيت النجار مشي وهو مرتاح البال، لكن أول ما اداله ظهره العروسة هرب من سكات ووصل لحد السر.